السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا مطبخ جديد في كومباوند دار مصر نموذج بي. طبعا المطبخ اتعمل له شوية تعديلات كده، تعديلات في السباكة وتعديلات معمارية. طبعا كان من اختيار الباشمهندس صاحب المطبخ ان هو يعمل البار امريكان مفتوح على ريسبشن. ده مش كل حد طبعا بيختار يعمل الحركة دي، بس هو المرة دي شال الجدار كامل بالكامل، الحيطة كلها اللي في الوش، وعملنا الجزئيه دي بحيث ان احنا نستفيد باكبر قدر من المساحه في المطبخ ونستغل المطبخ كامل الاستغلال بالديزاين اللي انتم شايفينه ده كله. طبعا قعدنا في الديزاين ده شويه كده على ما طلعناه بالشكل الجميل ده. في البدايه طبعا حبينا نعمل رخامه البار بالعرض ده كله، اللي هي اليونت بتاعه المطبخ من الجنب زي ما احنا شايفين مع الجدار بتاع الحائط اللي فضل منه، وعملنا هنا البار وكملنا المطبخ من هنا. وجينا هنا في الجزئيه في البدايه عملنا التلاجة بتاعتنا بحيث ان هي ده يبقى جنبها، بحيث ان انا ادي لنفسي براح، وجبت الباب بتاعي في النص في نص دخول المطبخ، بحيث برضو ان انا يبقى ايه استغليت الجنب ده. طبعا كلنا عارفين ان الباب بتاع دار مصر كان بيبقى في النهايه في الشمال خالص، فبعد ما عدلنا وجبنا وشيلنا الحيطه فرحلنا الباب في النص بحيث ان انا ياخد معايا التلاجة ويديني كمان دخول مرتاح في المطبخ. جينا طبعا جنب التلاجة عملنا التاور بتاعنا، الدولاب بالكامل للفرن والميكروويف ويونت تخزين من فوق، فصلات سوفت كلوز، وعندنا درج عميق من تحت للحلل بحيث ان انا اقدر استغل المساحه دي افضل استغلال. وفوق التلاجة عملنا يونت بالعرض ده كله بتفتح قلاب لفوق. وهنا كان مطلوب مننا نيش، النيش ده بالنسبه لنا كان تحدي كبير في المطبخ، لان كان جاي هنا منطقه الغاز وكان جاي مواسير الغاز طبعا ماشيه معايا فوق كده، فاحنا تعبنا جدا واحنا بنركبها، بس الحمد لله في النهايه ربنا يعني كان تعبنا ان احنا طلعنا المطبخ بالشكل دي. فعملنا النيش زي ما حضراتكم شايفين كده، والليد في الداخل من جوه. لان الشقه طبعا الباشمهندس قال لي احنا مش هنعمل نيش في الشقه، فلازم نعمل نيش في المطبخ. زي ما احنا شايفين احنا استغلينا الجدار ده كله بالكامل لحد الشباك. جينا هنا تحت الشباك الحوض في الطبيعي بيبقى هنا السباكه بتاعته معموله في الجزئيه دي، فاترحلت السباكه بتاعه الحوض جت في المنطقه دي، وانا عندي كل الاجهزه بيلت ان، فقدرت ان انا استغل كل المطبخ. فعملنا هنا درجين حلال كبار بالحجم ده كله زي ما احنا شايفين، وفي منطقه الحوض عملنا ضرفتين سوفت كلوز للمنظفات الحاجات دي كلها. وعندي هنا في الكورنر قدرت ان انا برضو استغل الكورنر بتاعي ده امثل استغلال. وهنا دي منطقه البوتاجاز، طبعا زي ما قلت لحضرتك البوتاجاز بيلت ان، فعملت درج المعالق بالتقسيم بتاعه، درجين صغيرين تحت ودرج عميق برضو تحت يشيل معايا الحلال والحاجات الكبيره. طبعا زي ما احنا شايفين احنا مقسمين معظم اليونتس اللي تحت ادراج بحيث ان هي تسهل معايا الحركه. وعملت طبعا هنا رفين تخزين كبار بالمساحه دي كلها بحيث يشيل معايا اكبر قدر من التخزين. وعملت الاختراع بتاعنا الترولي الزيت في المنطقه دي. وفي البدايه عملنا 3 سبت بامبو للبطاطس والخضار والحاجات دي كلها. ده بالنسبه للجزء اللي تحت في المطبخ بتاع والرخامه بتاعه المطبخ، طبعا زي ما احنا شايفين الجلاكسي الفص الذهبي بتاعها. وجينا في الجزء اللي فوق عملنا هنا منطقه الميكرويف. طبعا احنا كان عندنا اكتر من جهاز في المطبخ، فقدرنا ان احنا بفضل الله نستغل كل مكان، فقدرنا ان احنا نعمل كهرباء للفرن ورا هنا في المنطقه دي لان ما كانش في مكان تاني للمكان ده. وعملنا طبعا كهرباء للميكرويف ورا هنا والفرن والثلاجه، فكل حاجه اتعمل حسابها من قبل التنفيذ من البدايه خالص بالمقاس وبالسنتي كل حاجه. وهنا طبعا عملنا من فوق زي ما احنا شايفين الدرف الزجاج الديكور دي بتخلي طبعا الشكل جميل مع السبوتات اللي في السقف. وهنا دي منطقه الشفاط في الجزئيه دي. وهنا دول احنا شايفين كده رفين ديكور بحيث ان انا ما يبقاش كله درف درف درف. هنا طبعا فوق الحوض عملنا المطبخيه بتاعتنا، وهنا درف تخزين تفتح وتقفل زي ما احنا شايفين. وهنا كورنر استغلنا المساحه بتاعته كلها بامثل استغلال. بس كده ده كان مطبخنا النهارده. لو عجبك المطبخ متنساش تعمل لايك سبسكرايب. كان معكم سلام عشري، اشوفكم المطبخ الجاي. سلام.